السلام عليكم، بسم الله على بركة الله. هنا خياتي طبعا جيت نعاود لكم القصة اللي قبل هذا الفيديو، وهنا نقول لكم معذرة على الصوت المزدوج في الفيديو اللي فات. ويعني وما قدرتش باش نحيه لأن القناة طايحة بزاف بزاف، وكون نحيه تزيد يضر لي القناة. وكاين بزاف اللي قالوا لي يعني القصة عجبتنا، ولكن النهاية نتاعها ما فهمناهاش. لهنا حبيت نعاودها لكم في هذا الفيديو إن شاء الله تكون واضحة وتنال إعجابكم خياتي طبعا. بسم الله على بركة الله. أنا القصة تحكي تقول أنا جيت نحكي لكم على أخت نتاعي، أخت نتاعي اللي دمروها صحاباتها طبعا. وهنا حبيت نوجه رسالة لجميع الفتيات، خاصة فتيات الصغارات اللي ما يسمعوش الكلام طبعا، كلام الأمهات نتاعهم. آه، القصة تحكي أختي خدامة في مؤسسة، عندها صحاباتها، يعني كانوا هما في مجموعة كبيرة ولكن مقربات ليها هما 3 صحابات، وهي الرابعة طبعا. كانوا يخدموا طبعا. الأخت نتاعي جا يوم تقدم لها شاب، يعني ناس لاباس بيهم. كانت في الكونجي نتاعها، يعني جاو خطبوها، والأم نتاعي قالت لها ما تهدرش يعني مع المجموعة اللي كتخدم معاهم. آآ يعني من العين تعرفوا يقول لك في القرآن ومذكورة قضيو حوايجكم في السر والكتمان. على العموم داروا يعني بيناتهم حفلة صغيرة بيناتهم، عايلة الزوج وعايلة يعني المقربات، كانت عماتي ولا عماتي ما عرضت يعني لا بناتهم لا والو، حبات الكبارات برك وحنا نتاع الدار برك عرضناهم. عدات الخطبة طبعا، و يعني ما أن عندها أخت نتاعي خدامة وهادوك الناس لاباس بهم، قالوا ما نطولوش باه يعني نزوجوهم. إحنا وافقنا، يعني في ظرف 4 شهور 5 شهور هكاك ماكسيموم. قبلنا. الأخت نتاعي كي رجعت تخدم طبعًا، عرفوا صحاباتها لقاوها حاطة الخاتم، يعني في الأول ما خبّرتهمش. سمعت كلمة ماما، ولكن فيما بعد كي راحت خبّرتهم، يعني لقاو الخاتم. قالت لهم طبعًا، هُما صرحوا قالوا لها لازمنا نعملوا لك حفلة ونفرحوا بيك. جات الأم نتاعي قالت لها راهي قالوا لي صحاباتي كذا وكذا، قالت لها قلت لك مستحيل نعمل أي حاجة، لو كان عيني نعمل لو ديرتها كبيرة وعرضت أنا لافامي نتاعي كامل وفرحت. أنا ما حباش ندير هذيك يعني الفوضى الكبيرة. إحنا دروك رانا نجهّزوا لك وما عندناش حتى وقت، يعني حاولت قالت لها مستحيل، وديجا أنا هاد الإصرار نتاع صحاباتك ما ارتاحش فيه بالي. قلت لها يعني هذه ما فيها والو، ما تخسر والو، أني خدامة، أنا اللي نعمل أنا. قالت لها قلت لك لا، 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 لا. زادت راحت عيطوا لها صحاباتها وجابت يعني باه تحطها قدام الأمر الواقع، باش يعني تقول لك بالاك تحشم منهم. عيطوا لها طاطا كذا كذا لاباس بخير، حنا حابين نفرحوا بفلانة ورانا حنا اللي نديروا كل شيء، يعني انت عطينا الموافقة نديروها تم في الدار برك. قالت لهم يا بناتي ربي يجيب لكم نتوما المكتوب نتاعكم وفرحوا كما تحبوا. انا هذا هو رايي، انا ما حاباش ندير لها نهار العرس ومرحبا بكم وفرحوا بيها وديروا العرس وفرحوا في وقته، يعني في العرس. ما دروك انا قلت لكم ما عينيش. قالت لك حاولوا ما قدروش يعني يقنعوها. قالت والإحساس نتاع الأم راهو ما يخيبش. رُحت أنا للأخت نتاعي قُلت لها رد بالك، الأم نتاعي إلا قالت لك حاجة أو نغزني منها قلبي وما مرتاحاش ليها، داري باش تخدمها. قالت لك يعني زعفت، فنشت، المهم وصايي ما زاد، يعني ما بقاتش تزيد تحاول فيّا، لأنها ما بغاتش صايي. غلقنا على الموضوع هذاك، بقينا نشوروا لها، المهم جهزوا لها. كاين واحد النهار رُحنا لولاية خلف، يعني مشينا من ولاية لولاية، يعني بالسوايع، ساعتين ولا 3 سوايع.
خلّينا أختها كان عندها أختها الصغيرة ورُحنا في الدار وهي خدامة يعني بصح عرفتنا باللي باين الحوايج راه مليحة يعني موجديها واش رايحين نشريو لك، ها واش رايحين رُحنا حنا وهي راهي في الخدمة نتاعها على أساس العمل نتاعها يعني حتى يقرّب عرسها قبل 15 يوم باه تحبّس، رُحنا حنا نشريو لها، بدينا شرينا هاكا حويجات ما كمّلناش، هي عرفت باللي رُحنا، هاذوك ماشي هي يعني هدرت مع صحاباتها، هاذوك صحاباتها قرروا باللي يعني يجيو للدار ويعملوا المهم حطوا في راسهم يعملوا هذيك الحفلة، كانوا مخططين من الأول يعني يعملوها والو يعملوها، جاو للدار وداروا لها رجعوا للدار يعني طلبوا الإذن من المؤسسة اللي كيخدموا فيها وجاو جابوا الشي اللي جابوا المهم عملوا لها هذيك الحفلة، عملوا يعني قالت لهم الأخت نتاعها الصغيرة باللي يعني عملوا حفلة هذيك في الشامبرا نتاعنا وما خلاونيش ندخل، عملوا البسط المهم زهاو كلاو، كملوا هذيك الحفلة اللي بغاو يديروها، يعني داروا واش باغيين، من بعد رجعوا بداو يفتحوا في الهدايا، مدّوا لها يعني الهدايا هاذوك باش عطاوها علبة كبيرة، جابوا لها علبة كبيرة. هي كي فتحت هذيك العلبة قال لك صرخت هذيك الصرخة ما زادت اختها وطاحت، يعني قالت لهم على حساب ما حكات لهم الأخت نتاعها، قالت لهم صرخت مانيش عارفة واش صرا، هُما بعد ما صاغت هكاك زادوا غالقين الباب، أنا نخبط وهُما لمّوا كل شي، نقّاو كل شي، هزّوا الشي اللي داروه كامل ما خلاو والو، لا أثار لا والو، كأنهم ما داروا والو، خمّلوا حوايجهم، فتحوا الباب، هي دخلت لقات الأخت نتاعها طايحة في الأرض، يعني يابسة ما كتحرك ما والو، وهُما هزّوا هاذوك حوايجهم ومشاو هربوا، راحوا. هزّوها عيطوا لامبيلانس، هزّوا داو الطفلة هاذيك للسبيطار، يعني الإسعافات الأولية جاو داوها ما عارفينش حتى واش فيها، داوها direct للكوما ما تحرك، ما تهدر، ما غير يعني النفس يطلع ويهبط. رجعوا للدار رجعت أختها عيطت ماما، ماما أرجعوا، أرجعوا، أزربوا، قالت هاذيك الأخت نتاعها ما فهمنا والو. تسوق وتعيط رجعوا رواحوا 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 ما رانا عارفين حتى واش صرا جينا للدار ما كاين والو لقينا الاخت نتاعي رجعت للدار قالت لنا كذا 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 ها واش داروا صحاباتها جاو وطاحت مانيش عارفه واش داروا هما كامل صيحوا يعني هزوا حوايجهم وهربوا وحده ما ولات يعني تسعفها ولا تديها هربوا بثلاثه المهم يعني خلّاتها الطبيب قال لهم مانيش عارف كي داروا لها يعني نحاو لها هذاك قال لهم السكر طلع لها فلاشة يعني طلع لها صاروخ، قالت له ما عندناش في الصين السكر وما عندهاش حتى هي ما مريضاش هي مخطوبة يعني قال لها عندها السكر والسكر جاي يطفيها، قال لها السكر طالع لها يعني ما عرفناش واش السبة. كلت رجعت للدار كلت على يعني يمكن نلقى حاجة تكشف لي هاد السر اللي دار، هزت التليفون لقيتها حاطة التليفون كانت تصور يعني وهما يفتحوا في الكادوات، واش لقيت ورا هذاك واش لقيت في الكادو هذاك، لقيت يعني راس جمل صغير هاكا والدم كانت مسخ بالدم كامل وعيناه خارجين غير طبيعيين، عيناه كي تفتح علبة وتلقى حاجة بهذاك الشكل تترعب، والأم قالت لهم أنا يعني حطيت هذاك ماشي غير مقلب، يعني كأنه مقلب مرعب، هذا كان سحر، أنا حطيت هذاك سحر ماشي غير مقلب، هزت هذاك الهاتف وراحت بالخف للطبيب باش يعرف على واش يعني يعالجها، دار لهم تقرير باللي عمدًا يعني رعبوها المهم سبتهم دارت، راحت الأم ديكلارات بهم يعني قال لهم الطبيب هذه خلاف نقطة مهمة خاصةً اللي كيكيلوا يعملوا في المقاليب لبعضاهم، هذه قال لك يعني كاين المرض اللي يكون نائم يسميوه المرض النائم، قال لك يعني هذا السكر كان مخبي، كان راكد كيما راكد كي تخلعت يعني هاكا
بقوة، انتشر يعني طلع بسرعة، قال لك يعني جاي يطفيها. دروك يعني المهم قالت لك قعدت أسبوع وهي في هذيك يعني تحت المراقبة، وهادوك ديكلاراو بيهم، يعني كانوا رايحين يحبسوهم. كي رجعت للدار آآ عيّطت وحدة أم الصديقة التالتة فيهم، تطلب في السماح، قالت لهم بنتي كانت حتى هي معاهم، بصح هي جاية تشهد، ما عارفاش باللي داروا لها هاد المقلب، وهي مستعدة تشهد معاكم باللي بنتي حطت حتى هي مبلغ، وهما هادوك الزوج قالوا لها باللي نشروا لها حاجة تاع الدهب. نشروا لها حاجة تاع الدهب، وهذاك العلبة كي قالت لهم علاش العلبة كبيرة، قالوا لها نديروا لها مقلب باللي كاينة ما في المقالب يديروا لهم هكا علبة كبيرة، وحدة ليها وحدة ليها، حتى توصل للسلسلة هذيك اللي كانوا رايحين يشروا لها، اللي شراوها لها يعني. قالت لهم ما كنتش أنا عارفة باللي عاملين لها هذا الشيء، وهذا مانيش عارفة، يعني ما شاركوني لا تحاورت معاهم ولا أنا مديت الدراهم صح، ولكن مديت الدراهم على جال السلسلة، يعني كنا نشريو لها سلسلة هكا كساسنا يعني، المهم الكادو نتاع صحاباتها يقعد لها سوفونير. ورحت شهدت معاهم، يعني كانوا رايحين يحكموا عليهم بسنوات حبس، لأنهم يعني الرعب يعني خلعوها ومرضت يعني، وهذا الشيء كان متعمد، والأم حطت خلاف باللي هذا يكون سحر، لهذا ناضت